بحط راسي على المخدة بلاقي تحت ايدي ورقة: بعتذر ماما. هيدي تبعيتي. لا تبعتي أنا. ما هو كيف ما برمتي وجهك بهالبيت بتلاقي رسايل. حتى أنا بسكر باب الغرفة معصبة بلاقي رسالة من تحت الباب: ليمار بكفي نكد. لا، والموضوع مش بس رسايل اعتذارات. صح، اليوم لقيت رسالة باللانش بوكس from ليمار، صحتين. هيديك المرة أنا عم أطبخ عم طلع البهارات لقيت بيناتهم رسالة: ليه ما رديتي لي عليا؟ كتار ما عم لحق. ما بس هيك، هيديك المرة تركت سافانا مع ليمار تنتبه عليها شوي. كتبت لي رسالة بالمعاناة اللي حست فيها هي عم تنتبه عليا. ما بعبر عن مشاعري بطاق. لا أنا بطاق إنه بس كتير هيك لمين طالعين. يمكن لإلك. مين كان يحط بالكتاب والجيبة والشنطة؟ مزبوط، كله مني أنا السبب. لأنه عن جد أنا مقتنعة أنه الرسالة الورقية إلها وقع على الإنسان أكتر من الرسالة الإلكترونية أو الشفهية. بتحس إنه الطرف التاني مهتم فيك وأخدت من وقته وكتب لك رسالة. أنا كمان دي أكتر رسائل. الله يستر من نوع الرسائل.